مستمعينا الكرام، مستمعي راديو وسط البلد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم حلقه جديده من برنامجكم رمز الخير. رسالتنا النهارده نبعتها لكل بيسمعنا، ازاي تكون رمز الخير في الدعاء. يعني ايه الكلام ده؟ عايزك تشوف او تفتكر معايا وانت في رمضان دلوقتي اكتر حد زعلك او اذاك. ينفع تكون رمز الخير انت تدعي له بظهر الغيب. يعني دلوقتي لو انت بتسمعني قبل الفطار او بتسمعني في الاعاده في الصبح، تروح تصلي ركعتين وتدعي له. جربها، تدعي لحد هو مزعلك، تدعي لحد هو مضايقك، تدعي لحد هو منفسن عليك، بس ما تروحش تقول له بقى تصدق انا دعيت لك وربنا. لا، انا عايزك تدعي بظهر الغيب. خليك دايما رمز الخير يشاور عليك كده، يقول لك ايه؟ يا سلام، ده كان رمز الخير. وعايز اقول لك على حاجه مهمه، هتلاقي سبحان الله ربنا يؤلف بالقلوب لما تدعي لواحد منفسن عليك او متضايق منك او مزعلك في حاجه. جربها وهتلاقي الملك يقول لك ولك بمثل. خليك رمز الخير في الدعاء للناس اللي هم مضايقينك. جربوها النهارده في قيام الليل، او جربوها قبل الفطار، او جربها الصبح، هتلاقي الدنيا اختلفت معاك. وحتى لو محدش شاور عليك وقال لك ده رمز الخير في الدعاء، انت هتشوع على نفسك وتقول يا سلام، ده انا بدعي للناس اللي هم دايما بيؤذوني. هتلاقي الدنيا اختلفت معاك وهتلاقي في راحه نفسيه. بس انا عايزك تجرب وخليك رمز الخير في الدعاء. اشوفكم ان شاء الله في اللقاء القادم. حتى ذلك الحين دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله